أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. قال المصطفى الأكرم أبو الصديق الزهراء من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال أيضا إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي وإنما لن يفترق حتى يرد علي الحوض. ربنا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا واعف عنا وارحمنا إنك أرحم الراحمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله طاعتكم. هذه الليلة ليلة من ليالي القدر هدمت والله أركان الهدى. نادى جبرائيل في السماء عندما ضرب أمير المؤمنين على هامته وهو ساجد في محرابه يعبد الله ولا يشرك بالله شيئا. أنا أول من آمن بالله ورسوله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعلمون. منهم أمة مقتصدة. اقرأ بالقرآن آل إبراهيم منهم المؤمنين ومنهم من ظالم لنفسه. نفس العملية ما بيها. وذول آل إبراهيم وهالمن أهل التوراة والإنجيل عليهم من نزل على آل إبراهيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل الله أكبر فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تعال نشوف يا أيها الرسول على اليمن. وأين نزلت؟ أسباب النزول. اذهبوا إلى السير أيها المعاندين. أولم تنزل هذه الآية حجة البلاغ؟ وين؟ مو في غديرهم؟ أنتوا حرفتوها. لا مو بغديركم. بس إنه اللي يلفت نظري إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن من هذول اللي كانوا هو يا النبي كلهم مؤمنين. هم دا يخاطب أبوي هذا ولا أبوك نوري دا يخاطب دول اللي وياه الصحابة وغير الصحابة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. كل ما رسول الله كان يزدادون كفرا. أهو منك يا رسول الله من الله؟ قال والله من الله. هذا نعمان الفيري. ولا يكفيك شلون أمرتنا بالصلاة والصيام حتى تأتي بابن عمك علي وتنصبه علينا؟ إن كان هذا غير كافر يزداد طغيانا. إلهي إن كان منك حقا فانزل علينا العذاب. ونزل على هذا. سأل شلون
سأل سائل بعذاب واقع. ذلك الإمام علي كان يفتخر يقول والله أنا الذي نزل العذاب في نعمان الفهري، سأل سائل هذه بحقي نزلت علي بن أبي طالب، ومن أصدق من علي الصديق الأكبر، وكذب من زعمها غيره، وأنا أمير المؤمنين، ومن ادعاها غيري فهو مخنث. الله أكبر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مثلهم مثلنا، أمة موسى وأمة عيسى عليهم السلام ومحمد صلى الله عليه، مثلهم مثلنا. بين ذول السلام اللي ينصب العدالة علي بن أبي طالب ولي محمد، يقول محمد ينسى، محمد مو طاهر، محمد بشر مثلنا. هذا شو تقول عليه؟ هذا ما أعرف. محمد لا إله إلا يجامع زوجاته وهن حائضات، وقاعد مثلي عايش بالغرب يعني 40 سنة ما سويها. رسول الله أنتم ما تسووه، أكفي واحد منكم طاهر يعمل هاي العملة تهموا رسول الله. جعل الله رزقي تحت رمحي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا واحد مصري قال الله ده بلطجي، ده مش نبي. خطي هذا هم مستشار الآن قايمين عليه دعوة ازدهار الأديان، لين قال هذه الكلمات. قال هذا البخاري شلون يرمي النبي هكذا تهم؟ يقبلون النبي يبقى متهم، لكن البخاري يجب أن شلون يستمر بهذه الروايات اللي تسيء إلى نبي محمد. يعني ما أدري نوري أي نبي عندك أنت قدس البخاري يسيء للنبي. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نفس الشيء، نفس العملية، عملية اغتيال محمد صلى الله عليه وآله بالسم وضرب الإمام علي مثل هذا اليوم. ما تهوي أنفسهم. شنو الأسود والأبيض سوى؟ شنو عقيل بن أبي طالب والمولى سوى؟ عوزن واحد فلوس. والزبير قال له شو انطيتنا مثلنا مثل بقية الرعية؟ قال له شنو تفرقون؟ قال له لطالما سيفي هذا دافع عن رسول الله. قال راح أخذ أجرك من الله مو من عندي. راحوا وسووا عملية معركة الجمل، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس الذين كفروا منهم عذاب أليم. منهم ليس كلهم، مثل ما في أمة محمد منافقين إلى يومنا هذا ويبغضون النبي ويبغضون الله سبحانه، يقولون الله عنده ذيل والله قاعد بالسماء. وضربوا الله سبحانه وتعالى بها، ضربوا أنفسهم يعني ذولا همج رعاء، ويقولون شيعة مشركين. أنا ما أعرف. هلام قاعد بمرجوحة وعنده إيدين ويكشف عن الساق. هذا الهلام مالكم تودوا سان باولي. ما أريد أحكي لأنكم نسوان. سان باولي خلي الهلام مالكم هناك ينفع يكشف عن الساق. زين يا أبا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن
يؤفكون. المسيح أيضا كان يأكل الطعام. نورية الشيخ عثمان الخميس يقول محمد مو طاهر، بشر مثلنا. هنا الله يقول ما كان المسيح إلا شنو يأكل الطعام. لكن نوري أنت مثل المسيح تحيي الموتى، تقدر أنت احيي عقلك أول مرة، احيي عقولكم حتى تصيرون مثل. معجزة رسول الله هو إحياء عقول الناس إلى يومنا هذا، وأقرت به المنظمات العالمية بالعالم. واحد منهم كارل ماركس أبو النظرية الماركسية. وجاء أحد الأفاضل من أتباع سيدنا موسى قال المستقبل الغرب لهذا الجيل الصاعد المسلم اللي علمهم رسول الله إلى يومنا هذا يصلي ويصوم. لقد انتهت الأديان، الديانات انتهت. زين. وذهب أحد الآخرين الآن اسمه لا يحضرني بس أجيبه ذاتي، يقول يمكن هذا المستشار الألماني يقول كل الديانات انتهى بذهاب نبيهم. اليهود والمسيح والمسلمين ذهبوا، إلا الشيعة الروافض جعلوا من الحسين استمرارية محمد. شوف شلون يقرأ وتشيع هذا، عرف شنو القصة. لأن رسول الله قال الحسين مني وأنا من حسين، استمرارية رسالة محمد وأنتم تتربون على قاتله. يعني لو كان محمد بالعقبة ما قدرتوا له، وعمار وحذيفة كل ساعة واحد منهم جاي. حذيفة أنا واحد منهم، ويصبغوهم إذا 10 مبشرين بالجنة. شلون يسأل حذيفة إذا هو 10 من مبشرين الجنة؟ قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الإله اللي ليس كمثله شيء نوري، ليس إلهك اللي قاعد فوق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سوء السبيل. هاي أنتم ضليتوا وأضليتوا وضالين سوء السبيل إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالصدر لبانات إذا ضاق لها صدري. أمير المؤمنين يقول نكدت الأرض بالكف وأفديت له سري فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بدري. ألا يا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني. أين ابن التيهان؟ أين عمار؟ كان يخرج إلى الصحراء أمير المؤمنين، وفي هذه الأبيات يخاطب الرمال، ما يخاطب العقول العفنة. أمير المؤمنين يسأل الناس اسألوني قبل أن تفقدوا. يقول المعزة مالي ضايعة، وذاك ابن الأشعثم يقول كم شعراء يبليه؟ قال له 10,000 وكل واحدة شيطان جوا. أراك بصيرا بالذين أحبهم وكأنك تنحو نحوهم بدليلي. مهما تنبت الأرض فذاك النبت من بدري. يقول أمير المؤمنين فعلا الحكمة لأمير المؤمنين، الشجاعة لأمير المؤمنين، العلم لأمير المؤمنين، القضاء لأمير المؤمنين، الرحمة لأمير المؤمنين، العدل لأمير المؤمنين، الفقه لأمير المؤمنين. خطبة بلا أليف، خطبة بلا باء. في نظر الغرب علي بن أبي طالب شخصية متكاملة كاملة. من منا لا يحب الإنسان الكامل؟ اذهبوا الله يحشركم مع معاوية ومع ابن العاص.
كلما ذكرتم هؤلاء ذكرتم الجيف، لكن كلما ذكرنا عليا اسمه مشتق من اسم الله الأعلى. يا محمود باسم محمد، ويا علي باسم علي، ويا فاطر باسم فاطمة، ويا محسن باسم الحسن، ويا قديم الإحسان باسم الحسين. فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه. يقول أمير المؤمنين: والله نحن الكلمات الذي تاب عليه آدم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى حيدرة الكرار أبو البلاغة والفصاحة والشجاعة والقضاء والرحمة والعدل والعلم، ذلك هو علي بن أبي طالب، أعدل شخصية في التاريخ أقرتها المنظمات العالمية في الأمم المتحدة وعلى لسان كوفي عنان 2002. والوهابية دفعوا 400 مليون حتى يغطوه، ما قدروا، ترجم إلى 160 لغة. جاءني أحد الإخوة من مدرسة الصحابة، مثقف وطيب ابن عائلة معروف، ما راح أجيب اسمه على صعيد العالم، قال لي: سيد، ممكن تعطيني دليل من الذي قال الإمام علي أعدل شخصية؟ قلت له: الأمم المتحدة. راح راجع قال لي: سيدنا أنا أتعلم منه. قلت له: بالعكس، أنا إنسان متعلم، أتعلم من نوري وأتعلم من الكل، ماكو عالم. وهم يقولون العلماء، ما في علماء، ذول مجتهدين. لا عند السنة أكو علماء ولا عند الشيعة، مو شيعة، الروافض، شو تسمون انتم؟ روافض محبين آل البيت. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يقول رسول الله، العلماء هم أهل البيت 12. ما زال الدين عزيزا وفيهم 12 شنو خليفة كلهم من ولد فاطمة، أولهم علي وآخرهم المهدي. بنا فتح الله وبنا يخصم. اللهم صل على بنا فتح الله. وين أنت موجود؟ أولم تسألوا عقولكم؟ لماذا كل هذا الحب لدى محبي آل البيت؟ شنو؟ ليش أنتم توصلون إلى عقولهم؟ كل بروفيسور وكل فتح بيهم، مين أنتم أمامهم؟ مو حتى من يطلعون على MBC يقول العراق وما أدراك ما، وعمر بن الخطاب يقول العراق جمجمة العرب. شوية احترم نفسك. إذا كان منكم خالد فمنا علي، وإذا كان منكم، من أقول لك، ما عندكم ند حتى أقول مالك الأشتر، الله أكبر. ومنا مثنى بن حارث الشيباني، منا أبو التوحيد إبراهيم، ومنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد، ومنا علي بن أبي طالب لما قتل داود جالوت آتيناه حكما وملكا. علي بن أبي طالب قد جندل كم جالوت، ذلك هو علي بن أبي طالب. عمرو بن عبد الود، مرحب الخيبري، حارث الخيبري، وليد بن عتبة، شيبة بن عتبة، 35 من بني المخزوم، حتى سمي بالموت الأحمر علي بن أبي طالب. يقول عمر بن الخطاب: جاء علي بن أبي ويقتح عينيه من الدماء، وما زال ذلك اليوم في داخلي حتى. وين أنت بابا، وين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى حيدرة الكرار الموت الأحمر في أحد وبدر على الكافرين الأشرار. السلام عليكم.